السلام عليكم. كلمتين كده بس ملخص مباراة صن داونز والأهلي. المباراة اللي لحد الآن أنا مش فاهم المباراة بصراحة، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل. ولكن بس ندائي لكولر ولعبته اللي مش فاهم يعني إيه المانع أو إيه الدوافع اللي خلتك قاعد 90 دقيقة حضرتك بتدافع يعني، ويا ريتك عارف تدافع صح. يعني أنا مش فاهم إيه اللي خلى كولر بصراحة الفترة الأخيرة دي بيقدم مستوى بصراحة يعني مش أحسن حاجة. ولكن يا جماعة هو ده اللي احنا طالبنا بيه، وقلنا ان لازم نشوف مدرب جديد ويكون عنده دوافع اكتر، ويكون يعني على قد التجربة، لان خلاص موسيماني احنا عرفنا انه شطب. يعني انا موسيماني شطب وما تستناش منه حاجة تاني خلاص. يعني انا بس والله العظيم الواحد قاعد كده مع نفسه بيسرح. طب يا رب انت بتلعب وسط جمهورك، بتلعب على ارضك يعني ايه اللي يخليك تدافع؟ اديني سبب واحد يخليك 90 دقيقة يا راجل. ما فيش كورة توحد ربنا يعني. على خطورة سان داونز بصراحة أنا مش شايف أي خطورة حصلت في المباراة، يعني من وجهة نظري مباراة من أسوأ المباريات اللي ممكن يكون النادي الأهلي قدمها الموسم ده. ولكن أنا على علم وعلى يقين إن الكورة بتدي للمجتهد. وفعلا فريق سان داونز أنا بعتبره من الفرق اللي هي ما بتلعبش كورة أفريقية أو بتلعب كورة عربية. ولكن أنا علمي سان داونز إن يا جماعه صن داونز بتلعب كوره فعلا، كوره اوروبيه. فخلينا يعني خلاص. انا مش عارف ايه يعني العقبه في صن داونز. يعني انا مش عارف انت امتى هتتغلب على الفريق ده، انت امتى هتكسب الفريق ده. يا عم ما تكسبوش سكور، ولكن نفسي اشوفك بتفوز على الفريق ده. يعني انه فريق يجي على ارضك وفي وسط ملعبك ويتاهل، يا جدعان يا جدعان رحمه، يا جدعان رحمه. وبعدين انت بتدافع 90 دقيقه ليه؟ ما هو انا اعرف اللي بيدافع 90 دقيقة ده بيكون عنده دفاع يقدر يشيل ال 90 دقيقة. وبعدين انت بالثنائية رامي ربيعة وجنب ياسر ابراهيم، دي فضيحة، دي فضيحة في حد ذاتها. يعني انا مثلا اقول لك ممكن تدافع مثلا لو اللي عندك مدافعين زي محمد عبد المنعم وجنبه مثلا اشرف داري، اقدر اقول لك دافع. لكن انت الدفاع عندك خرا وضايع و60 نيلة، يبقى انت بناء على ايه بتدافع 90 دقيقة؟ يا جاحد يا ابن الجحد، ده 90 دقيقة ان ما شفناك رحت بكره خطره على صن داونز. اللهم لك الحمد، الكره بتاعت طاهر محمد طاهر اللي جاب منها الهدف، وجبت الهدف وخلاص. واركنوا بقى يا جماعه بقى قفلوها بقى. هو خلاص بالتالي خلاص الصن داونز عرف انت بتلعب ايه، خلاص هيفضل ضغطك ال 90 دقيقه، مع انه شافك خلاص انت منكمش ورا وبتدافع ورا. فبالتالي خلاص الخصم هيضغط عليك لحد ما هيجيب الهدف. وبالفعل غلطك وجاب هدف. وياسر ابراهيم ايه يا عم في ايه؟ وتغييراته اللي بتيجي متاخره وبن شرقي اللي سايبه بره ومجدي قفشه اللي سايبه بره وعلي معلول اللي سايبه بره. يا اخي في ايه يا اخي؟ عن 200 يا اخي الكوره واللي عايز يشجعها. ما تلعب يا عم كوره زي ما خلق ربنا، وتلعب كده زي الناس كده. مالك يا عم في ايه؟ فانا بصراحه يعني شايف انها مباراه اقسم بالله العظيم. وبعدين تعالى اقول لك على حاجه، يعني معلش مع احترامي ليك، طب يعني النادي الاهلي يتتوج بدوري ابطال افريقيا الموسم ده ليه؟ يعني على ايه؟ معلش احنا لما نيجي نتكلم كده مع بعضنا كده وندردش يعني واحده واحده، النادي الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا الموسم ده ليه؟ يعني ايه اذكر الحسنه الوحيده اللي عملها في دوري ابطال افريقيا. هو اصلا الموسم ده يعني خارج صفر وخارج خرا وحاجه تقرف وحاجه زي النيله. اديني بقى سبب واحد معين يخلي النادي الاهلي يتتوج دوري ابطال افريقيا الموسم ده ليه؟ اما هو خارج من دوري المجموعات والدور الثاني وخارج بالعافيه، بالعافيه. وشفتوا لما لعب مع الهلال عمل ازاي؟ كلها عدت كده بالسلاسه والحلاوه كده، مش عشان خاطر اللعيبه. لو على اللعيبه قسما بالله ما هتلعب ولا تفقه اي شيء خالص اللعيبه. ولكن هي بدعوه الجماهير والناس اللي وراهم والناس اللي بتشجعهم والناس اللي جايه من هنا والناس اللي جايه من هنا، فربنا سبحانه وتعالى بيكلل تعب الناس دي ومجهود الناس دي فبيفرحوا. لكن انت لما تيجي على الورق بقى كده وتشوف اللعيبه دي وتشوف المدرب ده عليا انما بدون ما ياخدوا دوره رمضانيه السنه دي، والله ما ياخدوا دوره رمضانيه. فانت هتيجي تقول لي العبء كله فين؟ انا اقول لك العبء كله على كولر. كولر يتحمل هزيمه اليوم النهارده ويتحمل مستوى اللعيبه اللي زي القرف. كل ده يتحمله كولر، لان مفيش مدرب زي ما قلت لك خلق ربنا يقعد 90 دقيقه يا فاجر يدافع وعلى ارضك. ده انت يا راجل رحت لعبت في جنوب افريقيا
قسما بالله العظيم لعبت 90 دقيقه، انت اكنك كنت بتلعب في استاد القاهره، والله اكنك بتلعب في استاد القاهره. انما انت هنا في وسط جمهورك وفي وسط، يعني الدنيا حلوه، ده انت المفروض الحاجات دي بتديك دوافع انك تكسب. وبعدين انت جبت جون، طب ما تضغط وهات التاني وتريح نفسك. بتدافع وانت جايب جون، طب ما هو لا، ما هو هيضغطك وهيجيب جون وهيتقاعد. هو المدرب ده بصله يا جدعان؟ اصل هو عملها في الترجي النسخه اللي فاتت، جاب جون وقفل. طب ما مع احترامي للترجي وفريق الترجي برضه يعني مش اللي هو، يعني الترجي مش هيشكل عليك خطوره زي صن داونز. احنا بنشوف صن داونز بسم الله ما شاء الله لعيبه قسما بالله. ايه يا عم انتوا جايين منين يا عم ولا في ايه؟ ايه يا عم، هو حد قال لكم ان انتوا في جنوب افريقيا؟ انتوا في القاهره يا جدعان، وعمالين استاد الرعب واستاد مش عارف الخرا والاطران، ولا طلع استاد رعب ولا طلع استاد ايه يا جدعان في ايه؟ فانا شايف بقى ان اللعيبه برضه، يعني من حاجه برضه اللي ذكرتها، ان اللعيبه خلاص، انا حاسس ان اللعيبه خلاص بتفكر في كاس العالم للانديه وهنروح ازاي، والاستوريات والصور ومش عارفه واللي فخلاص. فطبعا خلاص بقى ما قدامكش غير كاس العالم للانديه، وهتخرج حصاله ما تقلقش يعني. بس انت لو تفكر يعني انت لا فاهم. فاقسم بالله العظيم يا جدعان، والله العظيم يعني الواحد والله العظيم مش فاهم، انا مش فاهم والله العظيم المدرب ده، انا مش فاهم. وخلاص يعني هي اقالته احسن، هي اقالته يا جدعان والله يعني فعلا احسن حاجه. بقى المفروض انت تجدد من اللي جاي وتجيب مدرب يكون عنده دوافع جديده ويقدر يبني فرقه جديده، وغير بقى في دم الفريق واللعيبه. انت في ايه يا جدعان؟ مالكم في ايه؟ مالك يا عم مروان؟ مالك في ايه؟ مالك يا عم مروان؟ مالك يا عم مروان اللي كنا طالعين بيك فوق وعمالين مروان راح ومروان جه ومروان حط عليهم ومروان طلع فوق ونزل مالك في ايه يا ابني؟ امام عاشور بسم الله ما شاء الله، المباراه اللي هناك ال 90 دقيقه امام عاشور، امام عاشور هنا ما فيش امام عاشور خالص. فانا بقول اللعيبه كلها ضايعه، اللعيبه كلها رايحه في 60,000 داهيه في 1000 نيله. فانا بصراحه يعني انا من وجهه نظري فريق سان داونز تعب يا جماعه ولعب، وفريق فعلا بيلعب كوره، فخلاص يستحق. هو خلاص الراجل عرف نقطه ضعفك في المباراه ولعب عليها، وعارف ان انت بتقفل وان انت عندك في الدفاعات بسم الله ما شاء الله زي القرف، ومفيش حد في الدفاع حلو، وعارف ان في ثنائيه زي القرف ورام ربيعه وياسر ابراهيم. فقشطه عادي يعني، سداح مداح يعني. انت مش عارف تدافع. انا اعرف اللي بيدافع ده بيبقى عامل صلب حيطه خرسانيه عشان يدافع. انما انت بتدافع في ايه طيب؟ بتدافع بياسر ابراهيم ورامي ربيعه؟ يا اخي احمس، احمس، عارف يعني ايه احمس؟ والله العظيم مش عارف اقول ايه، بس يعني كل اللي اقدر اقوله يعني فعلا سان داونز يستحق المكسب، ويستحق فعلا ان فرقه جت لعبت عليك وشكلت عليك خطوره وبناء الهجمه عند سان داونز يا جدعان حاجه تانية بسم الله ما شاء الله. بنشوفهم لما بيجي يطلعوا من عند ال 18 من عند الخصم بيبنوا هجمه مرتده سريعه جدا جدا، وفيهم ناس بسم الله ما شاء الله جرايه في الملعب، جرايه، فريق فعلا متكامل. ولكن هو ما بيسعفوش الحظ ان هو بياخد دوري ابطال افريقيا، مش عارف وليه، لان فعلا الفريق يعني فريق متكامل زي ما بيقول. ولكن مش عارف قدام النادي الاهلي ليه ليه مزرجن كده، ليه بقى يعني عقده كده للنادي الاهلي، مش فاهم. مش فاهم مع الجيل ده بالذات. كل ما يقع معانا صن داونز نقول يا رب استر ويا رب استر ويا رب استر، وفعلا يعني ما بتعدي مره وبتعدي تاني، ولكن مش هتحالفك كتير قوي، مش هتحالفك كتير قوي. فانت خلاص، فانت بالتالي موسم صفر يا باشا، موسم صفر، مفيش خلاص بقى، ولا في دوري ولا في ولا خلاص بقى، خليك بقى عايشين بقى على كاس العالم للانديه، واللي يحصل في كاس العالم للانديه، وفي الاخر هتخرج حصاله وانا هو انت اهو، ولساني عاجل عن الكلام. استغفر الله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بتعملوه. وفي نقطه برضه يا جماعه لازم نتكلم فيها، جمهور النادي الاهلي مش عارف انتوا في ايه يا جدعان، انتوا طالعين رحله. انت يا عم يا تروح تشجع يا تقعد في البيت بقى وما تقرفناش يا عم. وعمال تحدى في ازايز وبتاع، هي مش محتاجه ازايز قسما بالله. انت تشجع ال 90 دقيقه صح، يا ما تقعد في البيت وتتفرج، ما يجي على المشوار اللي انت رايحه ومواصلات رايح جاي. اه يا عم انا عارف يا عم ان انت راجل يا عم كويس وبتروح ورا الفريق وبتاع بس كملها بقى، كملها. السلام عليكم.